ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض الرز بطريقة مختلفة وحلوة ولذيذة وسهلة وسريعة بقى عن الرز اللي احنا متعودين عليه. الرز تقدري تعمليه برز مصري او رز بسمتي، بس انا استخدمت الرز المصري عادي. فتعالوا نشوف بقى الطريقة عملناها ازاي. اول حاجة عندي بحمص الزبيب والسوداني، تقدروا بقى تحطوا اي مكسرات انتوا عايزينها في معلقه زيت كده، او تقدروا ان انتوا تحطوها في طاسه من اللي هي مش بتلزق، او في الاير فراير، او في الميكرويف، اي حاجه براحتكم. بس انا بحب اديها معلقه سمنه كده بتبقى حلوه قوي. عندي هنا التوابل: ملح، توم باودر، بصل باودر، ومرقه دجاج، ورق لورا، وعود قرفه، وطبعا مش هننسى الكركم. بتحطوه بقى حسب كمية الرز اللي انتوا بتعملوها. جبت عندي الحلة وحطيت فيها زيت، وهبتدي بقى اشوح التوابل دي. انا مش هسيبها على النار مدة طويلة، علشان لو سبتها مدة طويلة هتتحرق وهتمرر لي الاكل. انا بس يعني الزيت بس يغلي كده فيها، وابتدي ان انا اشم ريحتها. هبتدي بقى انزل بالرز المغسول او منقوع، لو انتوا بتحبوا تنقعوا الرز، لو هتستخدموه بسمتي علشان ما يطولش في التسوية معاكم. زي ما احنا شايفين كده، بجد يعني ريحتها تحفة قوي. هبتدي بقى انزل بكمية الرز اللي عندي، دول كانوا 3 كوبايات. وابتدي بقى اديها التقليبة. بصوا اللون على طول بيبان بسبب الكركم. وهحط رشة كده من الصويا صوص، او تقدروا تستبدلوا الصويا صوص بمعلقة عسل اسود. بجد يعني مش هيبان فيه العسل، بس هيبقى طعمه تحفة حلو قوي. ونحاول ما نكترش التوابل، يعني من كل حاجة معلقة صغيرة، علشان انا عايزة بس اخد الطعم، ما يبقاش الرز كله طعمه توابل كده وان الواحد يجز منه. هبتدي اسقيه بقى المية بتاعتي حسب كمية الرز، واسيبه يغلي على نار عالية. وبعد كده احط عليه المكسرات الجميلة دي. بقى عندي طبق غني. بصوا هو مشبع لوحده كده، تقدروا تستخدموا جنبيه بقى مشاوي، كفتة، اي حاجة. هو يتاكل لوحده كده حاف، بجد جميل جدا. جربوه وقولوا لي رأيكم. وده كان فيديو النهاردة، اشوفكم فيديو جديد على خير ان شاء الله. باي باي.